لكل البنات اللي سألوني اسعار المفارش ايه، تعالوا اقول لكم بقى في الفيديو ده اسعار المفارش. هنا كانت المفارش اوضه الاطفال ومفرش السرير الكبير، يعني المفرش ده اول مفرش ده كان ب 450. طبعا الاسعار زمان غير دلوقتي خالص، الاسعار اتغيرت. كان الاول كنا بنجيب المفرش ده ب200 وب250، دلوقتي 450. وبص بقى ده، بس ده بقى الخامة الحلوة الجميلة بقى، ده بقى للسرير الكبير ده احنا جايبينه ب550. الكلام ده لسه الاسبوع ده، يعني لسه الاسعار دي جديدة لنا. يعني ده كنا بنجيبه ب350 قبل كده، وكان احسن حاجة واجمد حاجة. دلوقتي 550 جنيه، مفيش كلام. يعني احنا كنا جايبين 7 اطقم، حشنا كمان من الراجل 200 جنيه بالعافية. بس الشغل ده حلو طبعا، والخامة حلوة. وزي ما انتوا شايفين بقى الشغل البارز عليه، بصوا شغل الدباديب بقى والورد والحاجات دي. طبعا فيها اشكال والوان كلها مختلفة. ده كله بقى الخامة قطن صافي، ما فيهاش كلام. بصوا بقى اللون ده، احنا بقى جبنا جميع الالوان والاشكال. وده برضو كان ب550. ومش تنسوا كده العروسة بدعوة حلوة كده من قلبكم، ربنا يا رب كده يتمم لها على الف خير ويسعدها. واللايك بقى والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وقولوا لي بقى في الكومنتات انتوا اخر مرة اشتريتوا المفارش اللي زي دي كده بكام، وقولوا لي بقى انتوا جبتوها منين عشان الكل يستفاد. ممكن يكون في اسعار ارخص من كده في حتة تانية. وده برضو كان ب550. بس بصراحة الخامة حلوة خالص والشكل، يعني كل حاجة بتفرق. يعني احنا جبنا من النوعية دي كده لونين. وده كده نوعية تانية خالص كمان. شغل الكلفة بقى وشغل التطريز اللي على القنار ده برضو كان 550. يعني بتاع السرير الكبير كله 550، اما سرير الاطفال كان 450. طبعا هنا بقى كان الفوط. ده بقى اللي هي الفوط للحمام وفوط المطبخ، واللي هي بقى الدستة اللي بتيجي لوحدها كده، اللي هي اللي بيكون فيها 12. طبعا العروسة اللي بيسألني بقول له ما تكترش في المفارش بصراحة. اليومين دول خاصة يعني في ظل الأسعار الهائلة دي، حياتي 10 للسرير الكبير و10 للسرير الصغير. معاكي بقى كتري، بس يعني ايه، حلو حلو 10 و10. كمان في بيكون أطقم تانية كده منقوشة، هوريها لكم دلوقتي، اللي بتكون آه مرسومة عليها كده رسومات. وده كده نوعية تانية برضو من المفارش. ده كده كله 400، 450. بصوا الحاجات دي برضو كده 550. ده ايطاليانو. والجمال ده برضو. طبعا كل الاشكال والالوان والتطريزات بقى المختلفة. ده هنا كان المجد. يعني المفارش دي احنا كنا جايبينها قبل، لا يعني دي كده كانت من فترة، بس طبعا المفارش دي كان اسعارها اهدى شوية من اللي قبليها. ده هنا بقى مفرش وجاي معاه كده معلقة وشوكة خشب، معرفش ليه بصراحة لازمتهم ايه. بصوا بصراحة كلهم حلوين خالص وجمال. ده هنا بقى شغل المنقوش اللي هو الطباعة. طبعا برضو بتكون الخامة بتاعته حلوة. في بقى منه المجد اللي زي ده. المجد طبعا برند معروف. مش تنسونا بقى باللايك والشير. بصوا ده كمان، ده كده 2 برضو للأطفال نفس الخامة. أنا عندي بصراحة استخدامهم يعني حاجة حلوة خالص. وده كمان، واللون ده حلو برضو. ده كده كان بكرانيش، مش في اي شغل خالص، هو بس الرسومات اللي عليه. وده للاطفال. وده كمان، ده السرير الكبير. وده بقولك العروسة بتجيب كل الاشكال وكل الالوان. طبعا ده بيكون ارخص من التاني، بس برضه بتكون الخامة حلوة وكده.
عشان شغل التطريز والقنار والكلف والكلام ده. يا رب كده الفيديو يكون عجبكم، وقولوا لي بقى في التعليقات اخر حاجه جبتوها كاتب كام، وقولوا لنا الاسعار. وهنا بقى كانت كوفرتا، في منها 5 وفي منها 3 الكوفرتا دي.